انا سبحان الله بحس كده ان انا يعني مش بتأثر قوي زي الناس اللي بتتأثر بسماع ايات معينة من القرآن، احاديث نبوية، ممكن يعني عيونها تدمع. في ناس بتحس ان قلوبها جامدة، ومش هقول القسوة ان هم اشخاص قاسيين بالمعنى الحرفي، ولكن لا، هي قلوبهم ما فيهاش اللين. والحقيقة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه يعني الصلاة هين لين. فاحنا ازاي نستغل هذا الشهر والسلام. الكريم ان احنا نلين قلوبنا، تكون قلوبنا هينة لينة، نتعامل بالتسامح، نتعامل بكل خلق جميل تحلى به سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. هو السؤال ده سئل لرسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال مباشرة، يعني سئل عن إن أنا حاسس بقساوة قلبي، يعني أنا عندي قساوة في القلب، للأسف إزاي ألين هذه القساوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ف... فهو أول نصيحة نصح بها هذا الرجل، قال له يعني اجعل لك آم، أوقات عند القبور، لأن مم. هي أكثر الأماكن اللي ممكن تلين القلب. اه، بتجلي صدى القلوب. نعم نعم، ومنها بقى حاجات كتير، يعني مثلا ممكن أكون يعني مثلا ممكن ما أقولكيش مثلا إن أنا أقدر أروح القبر. في ناس ما عندهاش الأعصاب ولا الطاقة إن هي تروح أماكن زي دي، بتخاف. مم. فدي ننصحها بإيه؟ خلاص احضري جنازة، روحي جنازة حد متوفي، اسألي أو ابحثي. طبعا السوشيال ميديا ما سابتش حاجة. ابحثي وشوفي المواقف والطرائف اللي بتحصل في الغسل مثلا. يعني انا مثلا كنت بغسل موتى، في مواقف كتير جدا بتحصل في اثناء الغسل وبعد الغسل وقبل الدفن، بتدي بتعمل لين للقلب مم. اجباري. انت اجباري بتلاقي قلبك لان، اجباري بتلاقي قشعريره في جسمك، اجباري بتلاقي نفسك حتى لو مقبله على حاجه فيها ذنب بتفتكر الموقف فبترجعي عنه. بالظبط بالظبط. فهي النصيحة الوحيدة اللي ناخدها من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو زيارة القبور، ودي طبعا حاجة شبه منسية، شبه سنة معدومة. يعني على فكرة دي من السنن. احنا مم. بقى يعني ربنا يعفو عننا، عارفين في ناس بتعملها بس بتعملها بشكل بقى خاطئ، بشكل اصلا منافي للسنة. مم. فهمتي؟ لا، احنا محتاجين الايام دي قبل ما ندخل على شعبان، وقبل ما ندخل على رمضان، وقبل ما نخلص شهر رجب، محتاجين نعمل كده، نروح زيارة كده، نقف على القبور. هو ده هيبقى اخري، حجاره محطوطه طبعا فوقي وتراب طبعا. انا متغطيه مم. تحتيه. لا مم. معايا امي ولا معايا ابويا ولا معايا زوجي ولا معايا ابنائي اللي كانوا بيحبوني ويقبلوا على ايدي ويقبلوا على راسي ويتمنوا رضايا. ما معيش فلوسي وما معيش ذهبي، ما معيش تليفوني اللي ما ببطلش قعاد عليه، ما معيش مم. اي حاجه غير عملي، وتوبتي ونيتي وصلاتي وذكري. هي دي بس الحاجات اللي هتنزل معايا. تمام. انت بتقولي ان مش بتستشعر بقراءة القرآن. هقول لك المثل التجربة العملية اللي معظم السوشيال ميديا بتتحدث عنها دلوقتي. الرجل اللي كان بيقرأ في القرآن، فابنه بيقول له انت مش حافظ، فانت مش مستفاد حاجة من اللي انت بتعمله ده. يقول مم. لي ليه بتقرأ في القرآن طالما انت مش حافظه؟ فايدك في ايه القرآن؟ قال له خد السلة دي، كانت السلة مطرحها فحم. قال له خد السلة دي روح املاها، سلة اللي هي المخرمة، خد ايوه. روح املاها من البحر وتعالى. فالولد طبعا هو صغير، فعلى فطرته اخذ السلة وراح من البحر، يروح ويرجع ما يلاقيش فيها مية، يروح ويرجع ما يلاقيش فيها مية. وتقع منها، قال له اه. عيد 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 عيد، روح وتعالى روح وتعالى، لحد ما الولد تعب. قال له مش هتملى مية، ده هي اصلا فيها ثقوب، المية ما بتقعدش فيها. مم. قال له طب بص كده الحال السلة في ايدك مع تكرار وضع المية فيها، فلقى السلة نضفت. قال له هو ده حال القلب مع مع القرآن. القرآن. مم. حتى لو أنا مش بستشعر الآيات، هيجيلي وقفة، هيجيلي موقف، هيجيلي يعني هيجيلي قصة تستوقفني ولو للحظة، هتقشعر ليها بدني مع الاستمرارية. أصل أنا مش أصل أنا بفتح المصحف أصل بسمع الشيخ، لا، استمري. مم. اوعي تفكري إن ده بقليل، في هذا الشهر مش بقليل، مم. ده شهر عظيم، واللي اتعمل فيه هو بنفس عظمته من تمام الأجور. تمام.